السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الدراسي الجديد. ربنا يجعله سنة سعيدة دراسية كده على اولادنا ان شاء الله. عايزين بقى نعمل لهم شوية معجنات احلى من اللي بيشتريها من بره، وكمان ممكن تعمليها وتحطيها في الفريزر تكفيك 10 ايام ان شاء الله. تحطها لهم بقى في اللانش بوكس، مغذية جدا جدا، احلى ما هتشتريها من بره. مش هتقومي تعملي سندوتشات، هتريحك كتير جدا وهتعملي منها كمية من حاجة بسيطة. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وإن عجبك الفيديو ما تنسينيش بدعوة حلوة ولايك حلو من إيديك. أول حاجة بنسمي بسم الله. عندنا بقى بولة كبيرة كده أو طبق كبير، ونبتدي نجيب الدقيق بتاعنا. أنا هعجن إن شاء الله معاكم 2 كيلو من الدقيق. ده أول كيلو، وادي التاني. حبيت اوريكي نوعيه الدقيق اللي انا بستخدمها. اهم حاجه ان انت تستخدمي نوعيه دقيق تكون كويسه. يعني انا جايباه من عند العطار، بس يعني بتعامل معاه، فعارفه ان دقيقه كويس. فاهم حاجه طبعا نوعيه الدقيق تكون كويسه، وتكوني واثقه في اللي انت جايبه منه الدقيق. تاني حاجة ابتدينا بقى نحط المكونات بتاعتنا. حطينا هنا معلقتين كبار من الخميرة، عليهم 4 معالق كبار من السكر، عليهم 4 معالق من اللبن البودرة، وده اختياري لو مش موجود خلاص. هنحط عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر، ويكون شيف كيك عشان بيبقى فيه محسن. ونضيف كمان نص معلقة من الملح، وما تيجي تضيفيها ضيفيها على جنب كده، ما تحطهاش على الخميرة. انا بقولك بالراحه اهوت. وهنحط كمان نص كوبايه من الزيت. عايزه تستبدليها بسمنه، عايزه تستبدليها بزبده، عايزه تحطي زيت على سمنه، زيت على زبده، زبده على سمنه، زي ما انت عايزه. وابتديت احط كمان كوبايتين من الزبادي يكونوا كبار، بلدي او مبستر اللي انت حابه تجيبيه، او ممكن كمان تروبي عندك شويه لبن لو انت مش مستعجله. عندي هنا في 3 بيضات، هشيل منهم صفارين لدهان الوش بالشكل ده، اسيبهم على جنب. واخد بقى باقي ادي هيبقى عندنا في بيضة وبياض بيضتين. هنبتدي نضيفهم على على العجين بتاعنا. انا ضفت كل الحاجات دي عشان تبقى مغذية للولاد. لو انت ما عندكيش الاضافات الجانبية دي، هتستخدمي دقيق ومية وخميرة وشوية سكر وشوية زيت فقط لا غير يعني. وهيطلع معاكي، انا بعجنه على طول وياكم، وما شاء الله هيطلع معاكي مظبوط و100%. ابتديت بقى اقلب المكونات كلها مع بعضيها. يبقى اهم حاجه الدقيق، تاني حاجه اهم حاجه الخميره عندك تبقى نوعيه نشطه كده ونوعيه نظيفه. انا كمني بجيب العبوه الكبيره فبتقعد عندي كتير. ممكن بقى تستخدمي خميره فوريه، خميره بيره، زي ما انت عايزه. ابتديت اسمي بسم الله وصلى على حبيب الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وعندي بقى ميه دافيه للعجن عشان تفور معايا العجينه بسرعه. ونبتدي بقى نسمي. ولو عندك عجان هيسهل عليك طبعا، بما اننا عاملين كمية. فانت ممكن بقى تعملي 3 كيلو دقيق، تعملي 4 كيلو، تعملي كيلو دقيق، تعملي نص كيلو. إيه الكمية اللي تقدري تعمليها؟ صدقيني هتوفر معاكي كتير. وديكي شفت الكمية. شوفي بقى لو رحت فرن وقعدت جبت من كل حاجة نص كيلو، احنا عاملين من كل حاجة تقريبا كيلو. ابتديت بقى انزل بقى بالعجينة كده زي ما انتوا شايفين. دول 2 كيلو من الدقيق. وطبعا لو العجينة معاكي المية بتاعتها زادت ولقيتيها بتلزق، بتضيفي لها شوية دقيق. العجينة بتاعتك طلعت ناشفة، بتضيفي لها شوية مية. ده علاج العجين. انا العجينة بتاعتي سايلة شوية اهي، هضيف لها رشتين من الدقيق زي ما هتشوفوا دلوقتي. انا مش هقطع الفيديو. ابتديت الفها، حسيت ان هي ملزقة بزيادة شوية. هنجيب بقى نرش عليها شوية من الدقيق. والعجينة كمان كانت ملزقة في ايدي قوي، فانا ابتديت ارش بقى شوية من الدقيق. حطيت يعني تقريبا زي معلقتين. وهبتدي اخد معلقة تانية عشان حسيت ان هي لسه عايزة شوية من الدقيق. بصوا يعني هي تقريبا معلقة. بس انت خلي بالك من المية، عشان لو لربما تكوني جايبة 2 كيلو دقيق بس، روحي شايلة جزء صغير على جنب لربما تحتاجيه. انا كمني عارفه ان انا عندي دقيق، فعادي بقى. بصوا رشه دقيق بسيطه اهي، يعني خدت تقريبا 3 معالق زياده. وخلاص على كده ابتدت العجينه تتظبط معايا. واهم حاجه تبقى العجينه طريه معاكي كده، ما تبقاش ناشفه عشان ما تهبطكيش في العجن، وعشان تبقى معاكي حلوه في المعجنات. تخلي المعجنات عندك طريه كده وفيها طراوه، ما تبقاش ناشفه. ابتديت بقى زي ما انتم شايفين العجينه لينه وفي منتهى الجمال. ما شاء الله، صلى على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي وشفيع يوم الدين. اللهم صل وسلم.
رسول الله. بصوا بقى العجينة ابتدت تسيب ايدي خالص اهي. طبعا لو انت العجان عندك بقى هتشتغلي فيه بسهولة. انا مفيش عجان، بس الحمد لله بعون ربنا كانت ما شاء الله سهلة جدا زي ما انتوا شايفين. وما تحطيها على الرخامة كده وتبتدي بقى تعجني فيها. بصي العجينة زي الملبن والله ما شاء الله. شوفي طالما ما بتقطعش معايا يبقى العجينة كده لمت، يعني تقريبا بتعجنيها 10 دقايق لغاية ما العجينة معاكي تلم كده وتبقى مطاطية كده. كده خلصت معايا. نجيب البولة بتاعتنا، دهنتها زيت وابتديت احط العجينة. بصوا العجينة ما شاء الله، يعني ما شاء الله بجد زي العسل. ابتديت بقى احطها كده، قلبتها على الوش التاني اهي، دهنتها زيت من فوق ومن تحت، وادي غطينا عليها خمرت معانا ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا اجمعين، كله بعين ربنا. انت سمي الله وقولوا له يا رب بقى انت اقف جنبي، فربنا المعين وربنا يحسن ما بين ايدينا اجمعين. بص العجينه ما شاء الله خمرانه ملبن. والله العظيم هتعملي شويه معجنات. الحمد لله الحمد لله. انا جاي لي تعليقات كتير على ان الناس عملت الوصفات بتاعتي او المعجنات بتاعتي، فالحمد لله انا مبسوطه جدا ان ربنا جعلني سبب للي ما كانش بيعمل وابتدى يعمل. فالحمد لله. خد الطريقه بقى واتكل على الله. خد الطريقه من عبد الله واتكل على الله. نبتدي نقطع بقى العجينه القطع كده. بصي شوفي بقى انت عايزه تشكليها باي شكل. بصي العجينه معايا طالما سهله زي ما انتوا شايفين في التشكيل، هتعمليها بمنتهى السهوله. هنبتدي بقى نفردها على الرخامه كده لغايه من هقولك بقى هنفردها قوي حلو كده. عشان هنفردها ليه، هنعمل بقى شويه باتيه بالجبنه كده. فردت العجينه على شكل مستطيل، الحته دي قطعت كده، ابتديت الحمها في بعضيها وابتديت اساوي العجينه عندي بالشكل ده. كل الزيادات دي هتتحط على العجين. انا بس بسويها على شكل مستطيل كده. بعد ما كنت جايبه السكينه لقيت عجله البيتزا اسهل في التقطيع، تجري على العجينه بتروح مقطعاها. هنبتدي بقى نجيب الحشوه اللي عندنا، وهي بقى احشيها زي ما انت عايزه. عندك بقى ان شاء الله جبنه اسطنبولي، عندك جبنه كريمي، عندك جبنه قريش، عندك اي حاجه بقى انت عايزه جبنه كريمي، اي حاجه اي نوع بقى انت عايزه تدهنيه على وشها، جبنه نستون، جبنه كريمي، اللي انت عايزاه. ابتديت ادهنها بالشكل ده كده. ما دهنتهاش للاخر لان العجينه لما بتيجي تلفيها، لما بتيجي تعمليها رول بتمشي معاكي. ممكن زي ما هي زي ما انت شايفه العجينه كده تاخديها بالطول وتلفيها كلها مره واحده وبعدين تقطعيها بالسكين، وممكن تقطعيها زي ما انا هقطعها دلوقتي او بعجله البيتزا كده. ابتديت اقطعهم كلهم مع بعض بالشكل ده. نبتدي بقى نسمي بسم الله ونلفها رول بالشكل ده. العجينة اكمنها خمرانة ومظبوطة معايا، سهلة جدا في العمايل. ابتديت واحدة ورا التانية بقى تعمليها رولات بالشكل ده كده اهي سهلة. وانا بقى جنبي برص في الصينية. بتكوني دهنة الصينية دهنة زيت بسيطة خالص ما تبقاش كتير، وبعدين تحطي المعجنات بتاعتك بالشكل ده. اللي بحس انها كبيرة شوية باخد منها شوية من العجين، اللي بحس انها عادية خلاص بلفها. فانا باخد الطرف اللي هناك ده عشان كان تخين شوية. وادي رولات. ممكن بقى زي ما قلت لك تسيبي العجينه زي ما هي وتدهنيها جبنه وتعمليها رول كبير وبعدين تقطعيها قطع بالسكينه. ادي القطعه عندنا هنسيبها تخمر وشويه كده وندهن وشها بالبيض. ادي بقى تاني عجينه ابتديت افردها كده، عايزاها تبقى مدوره. عارفين بقى النشابه دي او الفراده بتاعت العجين دي بتاعت الوالد رحمه الله عليه، ربنا يرحمه ويرحم امواتنا اجمعين يا رب. يعني كان بقالها عندي تقريبا اديها كده اديها قد 25 سنة، اكتر من 25، اديها 27 سنة. كان والدي اللي مديهالي لان والدي كان ليه في الحاجات دي، يعني يحب الحاجات دي. فدي كانت من والدي رحمة الله عليه. فانا يعني ما غيرتهاش نهائي لغاية دلوقتي، وما شاء الله في منتهى الجمال. كان لما بيعمل النشابة دي كان ينقعها في الزيت حتى هتلاقي لونها كده ما شاء الله حلوة يعني، ويسيبها تنشف خالص وبعد كده يبتدي يستخدمها بقى هي مرة واحدة اول ما تيجي جديد.
ابتديت هنا بقى اقطع الايه الدايره لمثلثات كده صغيره عشان نعمل ايه الكرواسون بقى ايه بالشوكولاته. بس ده هنعمله حجم صغير يعني ميني كرواسون. الكبيره عملتها 3 والصغيره عملتها 2. نبتدي بقى ايه نفتحهم كده من الجناب فتحه صغيره بقى من عند الحروف بالشكل ده كده. دي هنعملها بقى بالشوكولاته، عايزه تعمليها بالجبنه الرومي زي ما تحبي. ادي الشوكولاته عندنا. هنبتدي بقى ايه ناخدها داير ما يدور بالشكل ده. ده لو الولاد بيحبوا الشوكولاته، مش عايزين شوكولاته اعمليه بجبنه، ممكن جبنه رومي ممكن جبنه بيضه اللي انت عايزاه. بس انا قلت بقى ايه نعمل لهم كرواسون كده يبقى ايه للتحالي برضو ما يبقاش كله جبن. يلا نسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وناخد بقى العجينه كده واحنا بناخدها بنشدها شويه عشان تعمل اللفه معانا بالشكل ده. كرواسون صغنطط وفي منتهى الجمال. سيب اشدها بقى كده عشان تلف معايا بطول العجينه اهي، تبقى واضحه هنا اهي كده لف لف بالشكل ده. هتلاقي واحده صغيره شويه واحده كبيره شويه مش مشكله، المهم انها عمال ايدينا واحنا اللي هناكلها. عايزه بقى تظبطيها وعندك صبر بقى كده اتكلي على الله بقى واقعدي ظبطي مع نفسك. اهي نمشي عليها رول كده على طول، سهله جدا وبسيطه بالشكل ده. بعد كده جبت بقى الباتيه كان خمر، ابتديت بقى الفرن شغال بيخمر العجينه طبعا، فايه سخن بقى ايه المطبخ، فابتديت بقى ادهن وادخل بقى على طول اول باول. ما بستناش السخون، لا سخونيه المطبخ مخليه العجينه عندي ايه بتخمر بسرعه. لو العجينه عندك لسه ما خمرتش بتسيبيها ايه تخمر عشان العجين يطلع ما يبقاش مكتوم. دي عندي العجينه ايه خمرت. هنيجي بقى للكرواسون وخلصناه برضو ونبتدي ندهنه وندخله الفرن. زي ما قلت لك العجينه عندي خمرانه، يعني هي ما قعدتش دقيقتين او 3، يعني 5 دقايق بالكتير، كله بقى ورا بعضه. ابتدينا ندهن بقى ايه صفار البيض اللي احنا ايه كنا شايلينه في اول العجين وندخلها الفرن. هنبتدي نسمي بسم الله ونجيب بقى قطعه من العجين كده حلوه ونبتدي ايه نفردها. طبعا انا ما كنتش اعرف ان انا عماله بفرد على جنب وشغاله بقى بذمه، فبعد كده لما عرفت بقى ايه ظبطت الكاميرا لان انا ما بصيت لهاش خالص. كل ده بقى شغل على جنب كده. ابتديت بقى ايه فوقت ان الكاميرا قاعده على جنب. المهم ابتديت بقى افرد العجينه كده بالشكل ده، وجبت كوبايه ستانلس يبقى الحرف بتاعها حامي. انا بحب الكوبايه دي في المعجنات على طول هوب هوب بتخلص معايا بسرعه. الحرف بتاعها حلو وعلى طول ايه بتروح مقطعه لي العجينه. هنعمل مع بعض بقى ايه بروك الافران بحجم صغير كده، طبعا يبقى سهل ايه ان يعني الطفل بقى ياخده كده سريع معايا. بعد ما قطعناها بقى دوائر نبتدي الزوايد دي نشيلها. طبعا اي زوايد بنشيلها من العجين بترجع تاني تخمر معانا ونشتغل بيها تاني، ما بنرميش اي حاجه. قولي لي بقى لو انت بتشتري الحاجات دي بقى يعني انت ضامنه نظافتها ضامنه؟ والله ولا اي حاجه، والله انا بحب اعمل الحاجات دي الحمد لله في البيت، ما بشتريهاش من بره، سواء بقسماط معجنات، كل الحاجات دي بتبقى حلوه والله في البيت، متكلفش معاكي كتير وبتبقى اقتصاديه وسهله وفي منتهى الجمال. بعد بقى ما شلنا زوايد العجين بالشكل ده نبتدي بقى ايه نوزع على وش كل قطعه قطعه من الجبن. مش هنختلف بقى على نوع الحشو اللي انت عايزاه، الحشو اللي انت عايزاه اعمليه. هنوزع بقى الجبنه على كل الايه القطع العجين اللي موجوده عندنا بالشكل ده. بعد كده هبتدي بقى ايه اقفل على العجين زي القطايف كده بالظبط، بس انا باخدها من النص بالشكل ده. هوريها لك عن يعني ايه عن قرب شويه. بحطها في الصينيه، ما ننساش ان الصينيه اول دهنه بس بتدينيها زيت، وبعد كده بتشتغلي بقى دورين 3 زي ما انت عايزه اهي. اروح مقفله عليها واخده الداير الجزء ده مع الجزء ده واروح مقفله عليها اهي. انا بعملها بايد واحده عشان تبان، عشان ما تدخلش بايديا الاتنين. هعملها لك برضو على ايدي. يعني بصي حاجات وما شاء الله عاملين 2 كيلو مش هياخدوا منك حاجه. خلصناهم كده بالشكل ده. نبتدي ناخدها على ايدينا اهي
نروح قافلينها وقلبينها الناحية التانية. انا بحاول اقرب هنا عشان عايزة احط الصينية بقى جنبي بالشكل ده كده اهي. ونرص برضو، وبعد كده ندهن بقى ايه بالدقيق. انا بقول بالدقيق، ندهن بالبيض. بس متهيألي ما لخبطتش كتير النهارده، صح؟ المهم ابتديت بقى بعد كده ادهن بقى ايه صفار البيض كده على الوش. عايزه بقى ايه ترش عليها سمسم، ترش عليها حبه البركه، ترش عليها اللي انت عايزاه. عايزه تسيبيها ساده براحتك. ابتديت ارشها بالشكل ده. وهو طبعا الفرن والع والصينيه ورا التانية بيدخلوا ايه ورا بعض على طول، فعشان كده ما بياخدوش وقت. بصي ده الباقي من العجين اهو، زي ما انت شايفة ما شاء الله العجينة خمرانة معايا جدا. هنبتدي بقى ايه ناخد منها كور كده صغيرة زي الليمونة كده، يعني قد الليمونة الكبيرة حبة، وابتدي اقرصها بالشكل ده. مش قادرة اقولك العجينة عسل، ماشية معايا ما شاء الله، ما تعبتنيش، يعني ايه بتخلص معايا على طول. يا الله، لا اله الا الله، سيدنا نبينا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعملي بقى بصي الحاجة اللي انت بتحبيها اكتر، عايزة تكتريها كتريها. خلصت بقى العدد اللي انا عايزاه، ابتدي الم العجينه كده اهوت زي ما انتوا شايفين. ده الباقي اللي عندي، هبتدي اغطي عليها واخلص بقى ايه تكمله اللي عندي هنا بقى خلطه عباره عن فلفل اخضر، زيتون، شويه لانشون، شويه جبنه موتزاريلا، شويه جبنه، يعني ايه جبنه اللي هي اللهم صل على النبي، جبنه رومي. يعني انا حاطه كده لانشون ورومي وجبنه موتزاريلا وزيتون وفلفل اخضر. عايزه تضيفي اي اضافات، عايزه تعمليه باللحمه، ممكن تعملي قطع كفته كده وتعمليها زي الهمبرجر وتحشي بيها العيش، بس تحمريها الاول وبعدين تدخليها جوه الايه جوه العجين. يعني الحشو اللي موجود، عايزه بقى لحمه مفرومه، فراخ، لانشون بتاع بلوبيف، الحاجات دي كلها اللي انت عايزاها. انا عندي عملت التوليفه دي حلوه، وعندي ولادي بيحبوها، فانت اعملي اللي ولادك بيحبوه، الحشوات اللي ولادك بيحبوها. ممكن تعملي بطاطس مسلوقه عليها شويه جزر وشويه فلفل اخضر، بتبقى في منتهى الجمال. وتحطي كمان ايه كام شريحه من الزيتون كده، بيبقى طعمها حلو جدا. بس زي ما قلت لك انا بحشي الحشوه اللي ولادي بيحبوها. بعد بقى ما خلصت الكميه بالشكل ده، انا كورتها بفردها، احط فيها الحشوه واروح مقفله عليها. عملت الكميه دي، هجيب بقى البيض وادهن بالشكل ده. نخلص بقى الكميه اللي عندنا، وزي ما قلت لك الفرن شغال والصينيه بتطلع اللي وراها بتدخل على طول. هنبتدي بس نحط بقى زيتونه من على الوش كده تديني شكل. ممكن عايزه تحطي من نفس الخليط اللي جوه تحطيه بره، بس عايزه اميزه ما بينه وما بين الميني بيتزا بالشكل ده كده. وهرش بقى شويه من السمسم حوالين العجين، بتديها طعم حلو. انا عن نفسي بنحب هنا السمسم. نخلصها وبرضو ادخلها على الفرن على طول، فعشان كده ما بوريكيش بقى الصينيه اول باول اول ما بتستوي، لا. خلصت بقى كله. وما تنسيش وانت بتطلعي اي صينيه من الفرن تغطي عليها علشان تطرى معاكي، ما تشدش معاكي والهواء ينشفها. ابتديت بقى اول عجينه كده، طبعا انا بحط شويه زيت على الرخامه عشان العجينه تمشي معايا بسرعه. ابتديت بقى افرد العجينه دي بالشكل ده كده. طبعا في حته منقره، معرفش انا وانا بشيلها نقرتها بقش. بصوا عماله اقفل فيها هي تفتح. اقفل فيها هي تفتح، بس انا وراها ان شاء الله، يعني كله بمشيئه ربنا سبحانه وتعالى. ابتديت بقى افرد العجينه كده بايدي عشان احاول اسيطر على على الحته المقطوعه. عملنا دايره كده. ابتديت اجيب طبق علشان حسيت ان الدايره كبيره كده والشكل بتاعها مش منتظم. ونبتدي نجيب السكينه وقطعت البيتزا ونعمل دايره حوالين الطبق، بس انا وسعت شويه عشان عايزاها اكبر شويه. هنعمل هنعمل كرواسون بالجبنه الرومي. احنا عملنا بالشوكولاته، هنعمله بقى بالجبنه الرومي. ونبتدي برضو نقطعها كده، نقطعه، بس ده هنعمله بقى قطع كبيره شويه مش صغيره. دي لزقت معايا بس ما فيها حاجة، بس شكلها صغيرة، فهتتعمل على على واحدة بس. قفلتها كده على انها تتعمل على واحدة، وابتديت افتحها فتحة صغيرة من فوق.
ونبتدي نجيب الجبنة الرومي ونشكل العجينة بتاعتنا كرواسون في منتهى السهولة. بس عايزة اقولك بقى ان انا بعد ما خلصته وعملته، طبعا وقفتي ان انا بخلص ده واخلص ده، كان هو بقى ايه لسع في الفرن شوية، بس الحمد لله هو اتاكل. بس كان الشكل بتاعه ما ينفعش ان انا بس، وهوريهولك في اخر الفيديو. بس للاسف ان انا نسيت الصينيه خالص، عملت كام حاجه اتشغلت فيهم ونسيت الصينيه في الفرن، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل كانت هي الصينيه دي بس. ابتديت احط قطعه الجبنه الرومي واشد بقى ايه معايا العجين بالشكل ده عشان يديني عدد لفات اهو بالشكل ده. ونخلص بقى الكميه، ورجعت عملت شويه كمان بالشكل ده، ونخلص الكمية وندهنه في الصينية. ده كان شكله، بس انا هوريهولك في اخر الفيديو. انا نسيته في الفرن فنشف شويتين يعني، ما طلعش وهو طاري كده زي باقي المعجنات. دهنته بقى بالبيض كده. عايزه بقى ترش عليه حبة البركة، تسيبيه سادة، ترش عليه سمسم زي ما انت عايزه. رشيت هنا بقى سمسم وحبة البركة الاتنين يعني ايه مع بعض بالشكل ده كده، وندخلهم بقى ايه الفرن. جيت بقى بعد كده عايزين نعمل ميني بيتزا، ابتديت اعمل كور بالشكل ده كده. طبعا العجينة يعني انا باخد القطعة مش مستاهلة ان انا اكورها، هي سهلة جدا في التشكيل. اهم حاجة ان انت تعملي عجينة ما تكونش ناشفة معاكي، تشكل معاكي على طول، وتطلع بقى المعجنات بتاعتك طرية كده، مش تحسي انها مكتومة، احسي انها هوا كده. خلصت بقى كمية الميني بيتزا بالشكل ده، انا مكترة منها شوية عشان عندي الولاد بيحبوها، فانتي شوفي بقى لو ولادك بيحبوه تكتري منه. طبعا العجينة كلها خمرانة، خدت قطعة كده وابتديت ايه اعملها داير ما يدور بالشكل ده. دي بقى ايه البيتزا، واحدة ورا التانية بنخلص الايه الكمية. طبعا ميني بيتزا دي بتبقى من الحاجات الحلوة اللي بتتعمل في البيت وبتبقى سهلة، وطبعا الولاد كلهم بيحبوها، كبار وصغيرين والله كلنا بنحبها. ابتديت بقى ايه صراحة، جبت كيس صلصة، طماطم غالية ب35 عندنا، فقلت اجيب كيس صلصة يعني ايه هيسهل معانا الموضوع على طول. ومن غير ما عشان ما خليكيش تقفي برضو واقولك على طريقة، لا انا جبت بقى كيس صلصة، حطيت عليه شوية من الكمون، شوية من الكزبرة، شوية شطة صغيرين، شوية فلفل اسود، ضيفي فصين من الثوم، نص معلقة من الخل، نص معلقة من الزيت، وقلبيهم كلهم مع بعض. لو عندك زعتر حطي شوية زعتر. وابتديت اخد بقى شويه كده وابتدي ادهن الايه البيتزا بتاعتي. بعد كده بجيب بقى الخلطه اللي انا كنت حاشيه بيها القرص اللي فاتت، وابتديت احطها على وش الايه الميني بيتزا، اللي هي جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، لانشون، زيتون، وفلفل اخضر، الحاجات دي. هنبتدي بقى نجيب برضو ايه شويه من الجبنه النستون كده ونحط. ابتديت اهو اخلع. هنجيب بقى شويه من الجبنه الموتزاريلا ونحطها على وش المعجنات بتاعتنا بالشكل ده. على فكره بتطلع طريه جدا، طريه طراوه ما حصلتش، والحمد لله الحمد لله انا معروفه بيها يعني الحمد لله. بالشكل ده كده، وبكده خلصنا كل المعجنات بتاعتنا. ودي اخر حاجة عملتها رول كده وقطعتها كده لقطع صغيرة. ادي بقى التشكيلة بتاعتنا زي ما انتم شايفين، ده كرواسون شوكولاتة. بصي ما شاء الله، بصي السوا، بصي النفخة بتاعت الكرواسون ما بتنزلش ولا بيحصل لها اي حاجة، والشوكولاتة جوه ما ساحتش بره في الفرن. عندنا هنا بقى ايه البوريك ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، بصي عاملة ازاي هوا جواه، يعني مش فيها اي حاجة. شايفة بقى العجينة خمرانة ما شاء الله. عندنا هنا بقى ايه الباتيه الصغنطط او مين الباتيه، شوفي عامل ازاي ان شاء الله، شكلهم كلهم احلى من بعض. دي القرص اللي احنا حشيناها من جوه، عايزه تحشيها همبرجر، كفته، زي ما انت عايزه. بصي يعني ما قدرتش اقاومها لان فعلا طعمها في منتهى الجمال. بصي الحشوه فيها ما شاء الله. عندنا هنا بقى باتيه الجبنه، بصي القطعه عامله ازاي، احلى ما بتشتريه من بره. عايزه تكبريه عايزه تصغريه عن كده زي ما انت عايزه. ادي البيتزا، بصي البيتزا طريه ازاي،
وكل ده طالع من الفرن في وقت واحد، ورا بعض ورا بعض، كل حاجة طرية الحمد لله وفي منتهى الجمال. تعالوا بقى ناخد الكمية دي عشان نحتفظ بيها. نحتفظ بيها ازاي؟ هنحطها بقى في اطباق او في اكياس، تكون اكياس تلاجة، ونحطها في الفريزر. عندي هنا الكرواسون اللي هو بالجبنة الرومي زي ما وريتك كده، اللون بتاعه غامق غامق بس هيتاكل يعني. بس هي دي الصينيه اللي انا نسيتها، وعايزه اقول لك ان دي يعني دي من عدد تشكيل الصينيه كمان، يعني كان هيبقوا بقى اصناف كتير. المهم ركنت بقى الصينيه على جنب كده، وابتديت احط في الطباق بتاعتي اللي انا هدخلها الفريزر. اول ما هي تبرد بس، يعني المعجنات تبرد تروحي حطاها في اطباق او في اكياس او شنط تلاجة وتحطيها في الفريزر على طول. اول ما تبرد، مش تستني لتاني يوم وتقولي احطها في الفريزر، لا، اول ما المعجنات تبرد عندك تروحي حطاها يعني شوفي هتحطيها بقى في شنطه او في اطباق فل زي ما احنا بقى بنعمل كده، وتحطيها في قلب الفريزر. قبل ما الولد بقى وانت بتصلي صلاه الفجر كده تطلعيها، هتكون والولد او البنت رايحين المدرسه، هتطلعيها على طول تكون فكت وتكون في منتهى الجمال، وهتعملي الكميه اللي انت عايزاها. زوجك رايح الشغل هتديها له وهو رايح الشغل، وتوفر معاكي بقى ان انت تقفي تعملي فطار وتبقي قايمه من النوم لسه ما انتش يعني الدماغ مش فاضيه، وفي نفس الوقت مغذيه، وحشيها بالحشوات اللي انت عايزاها. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله عملت معانا كمية حلوة جدا، كميات كلها حلوة، ما عدا كرواسون جبنة رومي لو كان موجود كانوا هيبقوا بدل ما هم 7 طباق هيبقوا 8 طباق. شايفة بقى الأصناف ما شاء الله في منتهى الجمال. واعملي بقى وكتري من الصنف اللي انت بتحبيه، عايزة تعملي صنف واحد براحتك، بس زي ما وريته كلهم سهلين. بصي اللي بالشوكولاته هفتحهولك تاني، ادي باتيه الجبنه الميني باتيه، حاجه صغنططه كده جميله، تاخدي الواحده يعني يا مرتين يا مره واحده. ده البوريك احلى من بوريك الافران. وادي البيتزا اوريكي واحده برضو بصي الطراوه، بصي ما شاء الله كلها طالعه بسم الله ما شاء الله. ده باتيه الجبنه اهو، شوفي مورق وملفوف وما شاء الله. وادي القرص المحشيه اهي زي الهمبرجر لو عايزه تحشيها، وكل ده حاجه واحده في رعايه الله.